النهاردة هنعمل مع بعض جاتو سنيكر بشكل سريع وبسيط ومن غير تكاليف كتير. هنعمل 12 قطعة. أنا هنا عملتها بفادج كيك اقتصادي، كنت نزلته معاكم قبل كده بس هقول لكم المقادير بتاعته والطريقة برضو بشكل سريع كده. أنا جهزت معايا بولة فيها 200 جرام دقيق و200 جرام سكر، 25 جرام كاكاو. المقادير بالكوباية هنزلها لكم في الصندوق الوصف تحت لو انت يوتيوب، لو فيسبوك هتلاقيه في أول كومنت. حطيت معلقة بيكنج باودر ونص معلقة بيكنج صودا، ودي بنجيبها من مستلزمات مش من العطر. حطيت قلبت كل المكونات البودر دي معايا، اديتها تقليبة كده. وبعد كده حطيت عليهم ذرة فانيليا وذرة نسكافيه. ممكن تشتري نسكافيه من عند بتاع البن عادي، مش لازم تجيبي المنتجات اللي بتاع السوبر ماركت. آه، نزلت بضاية و50 جرام زيت و125 لبن، لبن عادي بدرجة حرارة الغرفة. وكنت مجهزة 150 جرام مية مغلية، نزلت بيهم بعد ما قلبت المقدار كله. هي المقدار بيبقى سايل كده، ما تقلقيش هو هيظبط في الفرن. صاج 30 في 40، مبطناه بورقة زبدة من تحت. لو مش عايزة ورقة الزبدة ممكن تبطنيه بزيت ورشة دقيق، عفريه كده وحطي الكيك عادي. هتدخل الفرن 180 لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بنطفي عليها وبنطلعها من الفرن تبرد برا، مش هيحصلها أي حاجة متقلقيش. طلعتها، سبتها تبرد عندي على جنب. وكنت مجهزة البولة بتاعة العجان بتاعي أو مضرب البيض أو أي حاجة، فيها كوباية ونص مية متلجة من الفريزر، وعليهم كوباية كريم شانتيه ريتش أو هايبر توب أو أي حاجة انت عايزاها. وحطيت عليهم ربع كوباية سكر. ضربت المقدار اللي احنا قلنا عليه ده كله حلو جدا لمدة 10 دقايق. وبعد كده الكيك هنقلبها بقى مع بعض بعد ما بردت خالص. هو الميزة ان احنا لما نعمل الكيك في الصاج بيبرد بسرعة. قلبتها من الصاج على ورقة نتيجة، صاج تاني، اي حاجة، المهم يبقى نفس المقاس عشان الكيك ما تتكسرش. شلت ورق الزبدة بسهولة جدا. آه والكيكة بتاعتي طلعت طرية ولونها حلو ومستوية بسرعة، وهتديني المقدار اللي انا عايزاه. طب انا مش عايزة اعمله جاتو، عايزة اعمله في الصينية على طول. عندك اي صينية بايركس مقاسها 20 في 30، تقدري تعملي فيها نفس المقدار. وعايزة تقسميها تمام، مش عايزة تقسميها وتحطي فوقيها الكريم شانتيه وطبقة الكراميل والسوداني والنوتيلا من فوق، مفيش مشاكل برضه. هتطلع معاكي سهلة وسريعة وببضاية واحدة. ده القاعدة اللي معايا مقاسها 20 في 30. جبت الكادر بتاعنا المستطيل وعملت عليه عشان يبقى اطار حلو يمسك الكيك واقدر احط الطبقات من جوه. حطينا اول طبقة كيك. كنت مجهزة على جنب كوباية فيها نص كوباية لبن، عليها معلقتين جناش اقتصادي او معلقة نوتيلا، اللي متوفر عندك حطيه عادي. هنحط اول طبقة ونسقيها حلو. آه، الكيك اصلا طري مش محتاج يتسقي جامد، بس هي الكيك من انواع الكيكات اللي بتحب تتسقي، اللي هو مش هيعجن منك ما تقلقيش، هو بس هيشرب طعم اللبن اللي احنا هنسقيه. هندي سقيه كده بسيطه. انا بحط السكر على اللبن، بكتفي بسكر الجناش. لو انت عايز تحطي سكر حطي براحتك. هنحط طبقه الكريمه بتاعتنا، طبقة متوسطة، لا هي تخينة ولا هي رفيعة، لأن في لسه طبقة للكراميل وفي طبقة نوتيلا من فوق. آه، هنحط الكريمة بتاعتنا. أنا بحب أستخدم كيس الحلواني عشان بيطلع لي الكريمة كلها قد بعضيها، ما تطلعش حتة عالية وحتة واطية فتبقى الكيك مايلة، لا تبقى مظبوطة. آه، انا عملت لكم الكراميل في البيت، هتلاقوه في الفيديو اللي قبل ده على طول لو يوتيوب او فيسبوك. برضه هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات، بس ان انت ما تحتاجيش تشتريها من بره. نظبط كده الكريمة نخليها كلها مستوية. ممكن تكتفي بيها لو هي خطوط بس عادي برضه مفيش مشاكل. كنت مجهزة معايا سوداني جايباه من مستلزمات الحلواني. آه سوداني مش مملح. ده الكراميل بتاعنا بعد ما قعد على جنب شوية دخلت في التلاجة. حطيت طبقة الكراميل والسوداني، ورجعت حطيت طبقة كيك تاني. وبعد كده حطيت النوتيلا من فوق وحركتها كده بالسباتيول ودخلتها الفريزر نص ساعة.
وبعد كده بنقطعها. خدنا المقاسات بتاعتها بالمسطرة زي ما انتم شايفين كده، انا معلماها على البتاع 5 سنتي عرض، في طول بتاعها 12. هنقطعها حلو. اهم حاجة السكينة ما بين كل خطوة وخطوة بتتبل في كوباية فيها مية مغلية. متقلقيش، مية مغلية مش هتعمل أي حاجة، بس هتشيل بواقي الكريمة اللي بتبقى موجودة في السكينة، فتروح معلمة على الجاتوهية من فوق، يبقى شكلها مش حلو. كده يبقى شكلها مظبوط، كلها طالعة نضيفة ومستوية مع بعضيها وشكلهم نضيف. التزيين من فوق ده بتاعك، عندك بقية كريمة ممكن تعملي بيها روزيتا، عندك كراميل ممكن تعملي خطوط ودواير والحاجات دي. عندك سوداني، حطي شوية سوداني في كل حرف كده كورنر، براحتك خالص. التزيين ده بتاعك. انا بقى ايه، انا عملت بس شوية افكار عشان ايه ت... يعني نفكر مع بعض مش اكتر. لكن المتوفر عندك اعمليه عادي. الكيكاية بعد ما خلصت لازم جنابها تتغطى عشان ما تنشفش. دخليها الفرن، دخليها سوري التلاجة. في الجو الحر ده طبعا هتسيح بسهولة، فخليها في التلاجة أحسن. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، يا ريت تجربوها. الحشو مش لازم يكون كده، ممكن تحطي المتوفر عندك عادي. ده شكلها كان من جوه بجد طعمها تحفة وخفيفة جدا ومش مكلفة خالص. جربوها وقولوا لنا رأيكم بجد، هستناه. الوصفة خلصت. ان شاء الله هكتب لكم المقادير وكل حاجة في تحت الفيديو على طول. باي باي.